سليمان هتقولك حالا سر خطير، سر بناء الأهرامات. مالك مفكر إيه؟ السر هو الأكل. تخيل إن نظام أكل بسيط كان سبب في قوة وشغل آلاف العمال. في مصر القديمة حوالي سنة 2580 قبل الميلاد، بالتحديد في عصر خوفو، كان العمال اللي بيبنوا الهرم الأكبر محتاجين طاقة وكفاية غذائية عشان يتحملوا الشغل الشاق تحت الشمس. الدراسات الأثرية على مقابرهم بينت إن الخبز كان مصدر الكربوهيدرات الرئيسي، والبقوليات زي العدس كانت مصدر البروتين. ده دليل واضح إن كان فيه نظام غذائي عملي منظم للعمال مش عشوائي. الملك خوفو كقائد وضع سياسات عامة اللي من ضمنها تنظيم العمل والأكل، لكن تحضير الوجبات اليومية كان مسؤولية كبار الموظفين والمعابد والمطاحن. الخضار والفاكهة كانت متوفرة حسب الموسم وبكميات محدودة، لكن الأساس كان دايماً الخبز والبقوليات. الفكرة هنا إن الأكل كان جزء أساسي من حياة العمال، مصدر قوة وطاقة، مش بس حاجة تملي البطون. وده اللي ممكن نفهمه لحد النهاردة. لما يكون الأكل متظبط ومناسب، جسمك بيشتغل أفضل ونشاطك بيزيد. العمال في مصر القديمة علمونا درس مهم: الأكل الصح مش رفاهية، ده سر القوة والنشاط. عرفت بقى سر بناء الأهرامات؟